السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النظافة ترفع المناعة، عنوان حلقة اليوم. يسرني أن يكون في ضيافتنا الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشاري الأطفال وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس. مرحبا دكتور مجدي. مرحبا. ويشاركنا أيضا اليوم الابن محمد عيد والابن أحمد محمد عيد. مرحبا بكما. مرحبا. دكتور مجدي، يدعونا ديننا الحنيف إلى النظافة، فما علاقة النظافة بالمناعة؟ واتضح أن الإنسان في العصر الحديث يتعرض للكثير من الملوثات. هناك ملوثات داخل الجسم بشكل عام وملوثات خارج الجسم في الجلد. اتضح ان الانسان عندما يولد، يعني الطفل المولود اليوم يكون في الحبل السري في كل دول العالم يكون تقريبا هناك 200 ماده سامه، يعني 200 ماده سامه. على عمر 60 سنه ممكن ال 200 يبقوا 800. يبقى من مصلحه الانسان ان هو يتخلص من السموم. طلع ان الاستحمام بشكل عام والنظافه الشخصيه ده فعلا بيخلي الانسان يتخلص من السموم عن طريق فتح المسام. المسام يعني ايه؟ يعني الفتحات الموجوده في الجلد. الانسان البالغ، يعني الانسان الكبير، يبقى موجود في جلده حوالي 2 مليون فتحه. 2 مليون فتحه دول احنا لو فتحناهم هنطلع منهم العرق، والعرق معاه سموم ومعاه ميكروبات، وكمان ده بيروح يغسل الجلد من بره من الميكروبات اللي هي قاعده عليه. وبالتالي اللي بيغسل جلده بيبقى اكثر نظافه، اكثر مناعه. النظافه من الايمان. صحيح. واللي بيستحم ايضا، اللي بيستحمام بيبقى كمان ايه؟ الواحد لما بيستحم بيتعرض لنوع من الفرك، يعني بيدلك الفرك ده ان انا بحرك الليفه او السفنجه يعني على الجلد. الفرك ده بينشط الخلايا المناعيه اللي في الجلد، بينشط الدوره الدمويه، بينشط الدوره الليمفاويه. الليمفاويه دي يعني في ميه سائل موجود في الانسجه بشكل عام، بس قاعد. لو انا اتحركت تحت الجلد يعني موجود في الجلد حول الخلايا. لو انا اتحركت، لو انا دلكته يقوم يتحرك. اما يتحرك، الحركه بركه داخل الجسم وخارج الجسم. الحركه داخل الجسم كمان هتخلي الميكروبات لا تستمر في المكان او تستوطن، هتخلي التغذيه تبقى افضل، وهكذا. يبقى بينشط الجسم يعني. اكيد بينشط الجسم. يبقى ده كله نوع من الانواع دي كلها بتخلي الانسان يبقى اكثر حيويه. طلع بقى في فوائد ثانيه للاستحمام. الاطفال الصغيرين اما حتى بيستحمى بيلعب بالميه، يبقى النظافه الشخصيه والمتعه، يعني هو بيبقى مبسوط كده، الترفيه والتسليه. وطلع ان ممكن اعالج الناس بالميه، ان في ناس عندها مشاكل في المفاصل، في العضلات، تيبس الجلد وهكذا، ده ممكن يرتاح افضل بالاستحمام. وكمان اللي هو ان الناس الشعور بالامان. الشعور بالامان ليه؟ الواحد لما بيدخل اي مكان بيروح يقفل الباب بالمفتاح، بالقفل. لما ندخل الحمام احنا اتعودنا ان احنا ندخل الحمام وبنقفله، فلما بنقفل الحمام من جوه بنشعر ان محدش هيدخل عندنا، فبالتالي بنشعر بالامان، فبالتالي بنخلع ملابسنا. فخلع الملابس ده في المكان ده بيخليني بتخلص من حاجه كانت مضايقاني، توتر، قلق. فده بيبقى نوع من التخفيف. يعني احنا بنيجي نستحمى نخلع هدومنا، يبقى بنخلع هدومنا بالنسبه ان احنا اكثر سعاده. زي الاطفال الصغيرين بيخلع هدومه، اي طفل صغير بيبقى عايز يخلع هدومه ويلعب بالميه، وخاصه في فصل الصيف. يعني كده. حتى الاطفال لسه عندها سنه ونص، سنتين، يقول لك اول ما يشوف الميه نفسه يلعب بيها نفسه، وهكذا. يبقى الماء البارد مهدئ للاعصاب، الماء الدافئ ملطف مريح مهدئ للعضلات. يبقى هناك ما يسمى الاستجمام. والاستجمام ان احنا محتاجين ان احنا نعيد يرتق، يعني اعاده ترتيب الجسم مره ثانيه ونبقى افضل مما كنا. الاستحمام بيخلينا نعمل حاجات تخلينا نستجم. يبقى الاستحمام هو استجمام يعني نستريح، يعني نستريح، راحه. يبقى حتى يفهم الابن احمد والابن محمد. الاستجمام بشكل عام بيخلينا نريح المخ، نريح الجسد، بناخد اجازه وبنطلع بعد كده اكثر مناعه. طلع بقى ان التسمم بشكل عام ده لو سيبناه في جسمنا، لو احنا ما استحمناش، السموم عشان احنا بنشم حاجات، قله النظافه يعني احنا السموم بتجيلنا ازاي؟ بناكل اكل فيه سم، ملوثات، نشم دخان عربيات، دخان مصانع. الحاجات دي كلها ممكن تغير عندي حاجات تانية، زي تخليني اكثر عصبيه. يبقى بتخليك ما تجيبش درجات في المدرسه كويسه، اقل في التركيز. يبقى التغيرات في التفكير، السلوك، الادراك، المزاج، صعوبه الخلود الى النوم. الحاجات دي كلها محتاج ان انا كل يوم
استحمى لو اقدر على قدر الامكان عشان ابقى اقل في السموم. الابن أحمد والابن محمد يعني يشاركون هذا اللقاء. هل من سؤال حضرتك لهم يا دكتور؟ اسالهم بقى، احمد بتستحمى كم مره في الاسبوع يا احمد؟ كل يوم الصبح وقبل ما انام بستحمى. لا انا حييك، يعني عند النوم وعند لا الاستيقاظ. ده ما شاء مثالي. الله. ومحمد؟ وانا برضه. لا برافو برافو. واحنا ما عايزين شاء كل اللي الله. بيسمعونا دلوقتي في مصر وفي كل العالم، كل العالم، ان احنا نستحمى، لان في بعض الثقافات في بعض الدول بيستحموا مره في الاسبوع او مره في الشهر. يعني النظافة من الإيمان لا أنا بحييهم. وهم يحفظن القرآن الكريم، يعني في بداية حفظهم القرآن الكريم. نعم. وبعدين كمان جريان الماء قدامنا، أنا بلاقي الماء بتجري قدامي بشعر بنظافة، يبقى الشارع هيبقى نظيف، المكان هيبقى نظيف، واللي بيستحم بيغسل إيده، واللي بيغسل إيده بيعرف يتوضى كويس، واللي بيعرف يتوضى كويس بيبقى أكثر اهتماما بالصحة. يبقى الإنسان النظيف في الصغر هيبقى لما يكبر هيبقى يحافظ على ملابسه، ويحافظ على بيته، ويحافظ على عمله، ويحافظ على المدينه، ويحافظ على البيئه، وهكذا. وجريان الماء يا دكتور يعني بلا اسراف، يعني نحاول ان نرشد استهلاك المياه يعني. طبعا ده بيخلصنا من العرق ويخلصنا من الاتربه. هل تستخدمان المياه بصوره يعني نعم تسرفان؟ لا بنقلل في استخدامنا بالماء وما بنصرفهاش كتير خالص. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ونموذجان فعلا. ومن طلع كمان ان احنا غمر الجسم بالماء. يعني ايه غمر؟ تغطية. يعني اخلي صدري تحت الميه، سواء في البيت، سواء في البحر، سواء في النهر، سواء في حمام السباحه. بيخلينا ايه؟ ان احنا نتنفس بشكل افضل، ان احنا يكون عندنا مرونه افضل للعضلات في وجود صدري تحت في وجود احد الوالدين. اكيد طبعا. لان هم صغار السن لا يسمعن غمر. لازم طبعا تحت ارشاد، تحت ملاحظه، توجيه. تنشيط الحجاب الحاجز، تخفيف الضغط على عضلات الصدر، زياده الفرص التخلص من البلغم والنفرات السميكه، تحسن اداء القلب والرئتين، نمو افضل للرئه في الاطفال. نعم ما شاء الله. هكذا ابنائي وبناتي تعرفنا على عنوان حلقه اليوم، النظافه والمناعه، من خلال اللقاء مع الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشاري الأطفال وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس. شكرا يا دكتور على هذه المعلومات الطيبة. بارك الله فيكم. وفيكم بارك. وشكرا لابن محمد عيد ولابن أحمد محمد عيد. شكرا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شئت القبول في الدعوات فاختم بالصلاة على محمد. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. كنتم مع برنامج طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه زينب يونس. إذاعة القرآن الكريم من